اي بزنس بيكون عنده 3 اهداف اساسيه المفروض ان هو يسعى الى تحقيقها. اول حاجه الارباح revenues، ان هو عايز يحقق ارباح واي بروجكت او اي بزنس، فده الهدف الرئيسي بتاعه طبعا. الحاجه الثانيه انه يكتسح السوق، بنقولها كده بالعاميه بس يعني مش بس داخل المنافسه، لا يكون في المقدمه. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا جدا، الكونتينيوتي او الاستمراريه، يقدر to persist over time، ان هو يستمر عبر الوقت. الماركت دايناميك، بيسموه دايناميك ماركت، او انه في حاجه اسمها داينامكس اوف ماركت، المتغيرات اللي بتحصل في السوق بشكل مستمر، زي مثلا تغير purchasing power، القوه الشرائيه للعملاء، تغير في السبلاي، في مثلا الديماند، في حاجات مختلفه، العرض والطلب واشياء اخرى. دي ممكن في لحظه ما تمثل obstacles او معوقات بالنسبه للبزنس اونر او صاحب البزنس، سواء بيقدم منتج او خدمه. فعشان يقدر ان هو يقدر يعدي ويتخطى تلك العقبات، هو محتاج دائما ان يكون العميل بيعمله سبورت، العميل بيدعمه. فالكاستمر ساتسفاكشن هو الاساس، او رضاء العميل، وكاستمر لويالتي وولاء العميل هم الاساس للنقاط اللي فاتت دي. لانه كتير لما منتج بيجي يقع وما يقدرش يستمر لسبب ما، بيجي العميل يبتدي يتدخل، او انه بالذات لو عميل ليه ولاء بشكل عالي، يبتدي يتكلم عن المنتج تاني في وسط اقرانه على السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لهم ايه يا جماعه بطلتوا تشتروا المنتج ده ليه؟ ده لسه مجربه امبارح، بيقدم اشكال مختلفه منه، او في فرايدز او اصناف مختلفه، والكواليتي بتاعته عاليه وسعره مناسب جدا، ما ترجعوا تشتروه تاني. فتلاقي ناس رجعت تتكلم عنه ورجعت تشتريه، بمجرد ان في بعض العملاء عندهم ولاء للمنتج وراضيين عنه بشكل كافي، بيتكلموا عنه بشكل ايجابي. لكن للاسف في بعض البيزنسز ممكن انها جاست بوب اب، يعني تظهر فجاه ويحصل حاجه اسمها هاسل اند باسل، يعني ضجيج وصخب حواليها، وبعد كده فجاه تختفي. فاكيد مفيش بيزنس اونر بيبقى عايز ده يحصل. فكرة الكونتينيوتي أو الاستمرارية من أهم النقاط. شكرا.